مقدمة: كانت مملكة الأزندي من أعظم الممالك في إفريقيا وتأثرت بالاستعمار. حديث اليوم عن الأزندي كحركة ثقافية تهدف لإحياء مجد الأمة. أصول مملكة الأزندي تأسست في القرن السادس عشر على يد الملك نوبي. الاقتصاد والثقافة: اعتمدت المملكة على الزراعة والتجارة وصناعة الأدوات. القوة العسكرية: الجيش الأزندي كان معروفاً بكفاءته في الحروب. نظام الحكم: أقيم حكم مركزي تحت إشراف الملك والزعماء المحليين. التحديات الداخلية: واجهت المملكة صراعات داخلية وتدخل الظروف الاستعمارية. فقدان الهوية: الاستعمار الأوروبي مزق المملكة وفقدان الهوية السياسية. رغم التحديات، حافظ الأزندي على ثقافتهم ولغتهم بفضل الجهود الحديثة. ظهرت محاولات لإحياء المملكة تحت قيادة الملك أتوروبا بني ريكتو غوبودوي. التحديات: الاعتراف السياسي والتنمية الاقتصادية وعلاقات مع القوى. قصة الأزندي مثال على صمود الشعوب أمام محاولات الإقصاء. نهضة الأزندي ليست حلماً بل واقع بدأ بالتشكل. في قلب إفريقيا، حيث تمتد الأراضي الواسعة والأنهار المتلألئة، كانت مملكة الأزاندي تروي قصصها عبر العصور. تأسست على يد الملك الأسطوري نغبي، الذي وحد القبائل تحت راية واحدة لتصبح الأزاندي قوة يحسب لها حسابا في القارة السمراء. كانت تلك الأيام مليئة بالازدهار، حيث ازدهرت الحرف اليدوية والتجارة، وازدهرت الحياة الثقافية والاجتماعية. بدأت رياح التغيير تهب على مملكة الأزاندي مع وصول الأوروبيين. القوى الاستعمارية بدأت في تقسيم الأرض، مما أدى إلى تآكل السلطة الملكية وتشتيت القبائل. كانت الأصوات تتعالى في القرى، تعبر عن القلق من المستقبل المجهول. كانت تلك بداية فترة من الصراع الداخلي والخارجي، حيث بدأ الأزاندي في فقدان سيطرتهم على أراضيهم وهويتهم. وسط الفوضى، بدأت مملكة الأزاندي تتلاشى. التحديات الداخلية والتنافسات بين الزعماء المحليين زادت الأمور سوءاً. انقسمت الأراضي وقوس بين القوى الاستعمارية، وفقدت الهوية السياسية للأزاندي. رغم ذلك، بقيت الثقافة واللغة كجزء لا يتجزأ من تراثهم، مما حفظ لهم جذورهم العميقة. بعد مرور أكثر من قرن، بدأت التحركات لإحياء مملكة الأزاندي من جديد. تم تنصيب الملك أتوروبا بني ريكتو غوبودوي كملك للأزاندي، في خطوة رمزية لإعادة بناء الهيكل الاجتماعي. بدأت المبادرات الثقافية والاجتماعية تنشط في مناطق مختلفة، تستعيد الدور التقليدي للأزاندي في الحكم والتوجيه الاجتماعي. رغم الجهود المبذولة، إلا أن الأزاندي يواجهون تحديات كبيرة في سعيهم للنهضة. الاعتراف السياسي من قبل الدول الحديثة يشكل عائقاً، وكذلك الحاجة إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام. العلاقات مع القوى المحلية والدولية تحتاج إلى توازن دقيق لضمان تحقيق النهضة دون تعارض مع الحكومات الحالية. نهضة الأزاندي ليست مجرد حلم، بل واقع بدأ يتشكل. الأزاندي اليوم يقفون أمام فرصة تاريخية لإحياء مكانتهم كأمة ذات دور كبير في التاريخ الإفريقي الحديث. الزمن وحده هو الذي سيكشف مستقبلهم، ولكن الأمل في قلوبهم ينبض بقوة، مستعد لمواجهة التحديات التي تنتظرهم. لطالما كانت مملكة الأزاندي واحدة من أعظم الممالك الإفريقية، حيث امتدت سلطتها عبر مناطق شاسعة في جنوب السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى.
كانت الأزاندي معروفة بقوتها العسكرية ونظامها السياسي المتطور الذي ساهم في بناء مجتمع مزدهر يعتمد على الزراعة والتجارة. في هذا المشهد يظهر الملك نغبي مؤسس المملكة بوجهه الحازم وعينيه اللتين تلمعان بالحكمة. كانت الأزاندي تعتمد على اقتصاد زراعي متنوع يشمل الذرة والدخن والفواكه الاستوائية إلى جانب الصيد والتجارة. اشتهروا بحرفهم اليدوية وأدواتهم الحربية التقليدية التي كانت تستخدم في المعارك ضد القبائل المجاورة والقوى الأوروبية الطامعة. زعيم القرية يقف بفخر يروي لأبنائه قصص الشجاعة والانتصارات التي حققها الأجداد. رغم قوتها واجهت مملكة الأزاندي تحديات كبيرة، خاصة مع وصول المستعمرين الأوروبيين في القرن ال19. بدأ الأوروبيون في تقسيم الأراضي الأفريقية وفرض سيطرتهم، مما أدى إلى تدمير النظام الاجتماعي والسياسي للأزاندي. لا يمكننا الاستسلام، يجب أن نحافظ على تراثنا، قال نغبي بحزم. مع استقلال الدول الإفريقية في منتصف القرن ال20 تم دمج الأزاندي في الدول الحديثة دون اعتراف رسمي بمملكتهم، لكن ثقافتهم ولغتهم ظلتا جزءاً من تراثهم، مما مكنهم من الحفاظ على هويتهم رغم التحديات. الشيخ كودو ذو اللحية البيضاء يشعر بالقلق وهو يتحدث عن فقدان الهوية السياسية. في السنوات الأخيرة بدأت تحركات لإحياء مملكة الأزاندي، وشملت إعادة تنصيب الملك أتوروبا بونيريكتو غابودوي كملك، مما يمثل خطوة رمزية لإعادة بناء الهيكل الاجتماعي للأزاندي. ناشطة شابة تتحدث بحماس عن أهمية المبادرات الثقافية والاجتماعية لإعادة تنشيط القوى التقليدية. رغم الجهود المبذولة، تواجه الأزاندي تحديات كبيرة في سبيل نهضتهم، مثل الاعتراف السياسي والتنمية الاقتصادية. لكنهم يقفون اليوم أمام فرصة تاريخية لإحياء مكانتهم كأمة ذات دور كبير في التاريخ الإفريقي الحديث. الزمن وحده سيكشف ما إذا كانت هذه النهضة ستتحقق. وسط هذه الطبيعة الساحرة وقف الملك أتوروبا بونيريكتو غابودوي متأملا الأفق البعيد، حيث كانت حدود مملكته العظيمة تمتد فيما مضى. يشعر بعبء التاريخ على كاهله، ولكنه مصمم على إعادة إحياء مجد الأمة. الزعيم نغومبي أحد القادة الشبان يقف بحماسة قائلا: علينا أن نستعيد تراثنا الثقافي ونعيد بناء هويتنا. يجيب: نعم، ولكن يجب أن نكون واقعيين في طموحاتنا ونعمل بحذر، مشددا على أهمية التعاون مع القوى المحلية والدولية. يمكننا الاستفادة من تقنيات الأجداد في الزراعة المستدامة، يقول كوامي، مشيرا إلى أهمية العودة إلى الجذور في بناء اقتصاد قوي. يتفق: سنبدأ بهذه المبادرات الصغيرة ونبني عليها شيئا فشيئا. أجواء الاحتفال تعكس الأمل المتجدد في قلوب الأزاندي. الملك أتوروبا يتقدم بخطوات واثقة، مرتديا الزي التقليدي، ويعلن: هذه البداية ليست النهاية، سنعيد أمجادنا بروح جديدة. علينا أن نكون أذكياء في تعاملنا مع العالم الحديث، وأن نحافظ على هويتنا في نفس الوقت. يهمس لنفسه، عازما على مواجهة المستقبل بشجاعة وحكمة. أصوات الطبول تملأ الأجواء، والناس يعملون جنبا إلى جنب لبناء مستقبلهم. الملك أتوروبا يقودهم بإيمان بأن مملكتهم ستعود لتكون رمزا للقوة والوحدة في قلب إفريقيا. ترقبوا المزيد في المقالات القادمة.